السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني. كل سنة وانتم طيبين. انا النهاردة جاي لكم بطريقة عمايل الزبادي في البيت بمناسبة رمضان. شهر رمضان فاضل عليه ايام وساعات ويهل علينا بحاجاته الحلوة وحاجاته الجميلة. تعالوا بقى معايا هنا رتل لبن بالشكل اللي انتم شايفينه دون. هفضيه هنا في الحلة، فضيه كله كده في الحلة على حسب ما انت عايزه، بس عايزه جربي في رتل بس عشان خاطر ايه، لو ما ظبطش معاكي ما تبقيش انت كترتي في اللبن. كده احنا هنغليه غليان كامل، وكده غليناه وهنسيبه خالص لما يبرد يبقى زي دمعة العين كده زي ما بيقولوا. انا كده ببرد فيه بقى وبطلع منه البخار وبطلع منه الحاجات اللي هي طالعه تبقى الرغاوي دي. معايا هنا كوبايه الزبادي دي تلاقيها دلوقتي، يعني بصوا يعني ابني جايبها والله ما اعرف جابها بكام، بس كوبايه الزبادي الصغيره دلوقتي بكام؟ ب4 جنيه، واللي هي الوسط ب6، ودي بقى تلاقيها معديه بقى تلاقيها عامله 15-20 جنيه. انا هنا خدت 3 معالق زبادي ودوبتهم بالشكل اللي انتوا شايفينه دون، وعملت خميره الزبادي وحطيتها على اللبن كله وهدوبه ودوبه على قد ما تقدري. معايا هنا مكنه الزبادي. اللي ما عندهاش مكنه الزبادي اقسم بالله الزبادي بيطلع مظبوط 100% احسن من المكنه كمان. انا عملت مره في المكنه دي وسبته يعني سبتها شغاله في الكهرباء من بالليل لحد الصبح، قمت لقيت الزبادي يعني مستوي، مش معمول زبادي ده استوى. لكن لا، هي ساعتين بس وتفصلي عنها الكهرباء وتسيبيها مجرد ان هي بس تسخن. لكن انا نسيت اشيل الفيشه وسبتها، قمت لقيت الزبادي استوى. وعايزه اقول لكم اقسم بالله اللي معمول في الكوبايات طالع احسن من اللي معمول في المكنه، تخيلوا. بس مش هننكر ان هي المكنه مش حلوه، لا المكنه حلوه، بس عايزه الاستعمال الصح. وكده بقى انا زي ما انا قلت لكم كده نقيتها كده على المكنه ساعتين. ولو حطيت بقى في فرن اللي هو في الكوبايات ده ولا في حاجه، انا حطيته حوالين المكنه كده متهيألي خد من سخونيه المكنه. والله عايزه اقول لكم ان اللي في المكنه ده اللي في الكوبايات طالع احسن، اقسم بالله احسن من اللي في المكنه. هو انتوا شفتوا اللي في كوبايه الزبادي دي؟ انا لسه انا حطيت اللبن قدامكم ولا تفكروا ان ده كده ايه زبادي جاهز وانا جايه بخمكم كده؟ انا كنت بشوفها وهوريكم برضو كوبايه من بابها. انا زي ما قلت لكم هو طلع اللي في المكنه، كوبايات المكنه طلع حلو برضو، بس اللي عجبني اكتر واحسن والله اللي في الكوبايات العاديه. ولا حطيت سخنت فرن بقى ولا حطيت الكوبايات في صينيه ولا الكلام ده، انا حطيتهم كده حوالين المكنه وغطيتهم بفوطه حلوه وسبتهم ساعتين وشلت الفيشه بتاعت المكنه. قمت تاني يوم لقيتهم كلهم ختموا بالشكل اللي انتوا شايفينه دون. تعالوا بقى اوريكم الفرق ما بين الزبادي اللي انا عاملاه. الشكل هوريكم الشكلين، هوريكم شكل الزبادي اللي انا عاملاه وشكل الزبادي اللي احنا مشتريه من بره. بصوا الشكل اللي انا عاملاه عامل ازاي، شايفين كده؟ بصوا الوش بتاعه جميل ازاي، ولا بقى مطلع شرش كتير ولا كام؟ ده بقى علبة الزبادي هين اللي انا مشتريها، اللي انا خدت منها 3 معالق للخميرة، وده الزبادي اللي انا عاملاه. اقسم بالله الشكل ما يتخير، والله الشكل. بصوا كده، شايفين اللي في الكوبايه؟ شايفين نعوميته؟ طب شايفين الجمال ده؟ كده كان عليه سكر، ده كده كنت عاملاه زبادي بالسكر. ده كده بقى الزبادي اللي انا مشتريه، العلبه اللي انا اشتريتها وخدت منها دي بقى اللي انا حطيت عليها سكر، اللي في الكوبايات الخارجيه دي اللي هي الازاز دي البولات دي انا عاملاها بالسكر للولاد عشان هما بيحبوه بالسكر، وعملت لي انا ساده. ويا رب بقى طريقه الزبادي السهله البسيطه تعجبكم. وزي ما انا قلت لكم اوعوا تغلبوا وتقفوا على حاجه، ما عندكيش المكنه اعمليها في كوبايات، وزي ما قلت لك اقسم بالله اللي في الكوبايات طلع احسن من اللي في المكنه. ويا رب الفيديو يعجبكم. كل سنه وانتم طيبين. باي باي.